بولاية وهران وبالتنسيق مع جمعية القلب المفتوح عرسا كبيرا على شرف أحدى الماكثات بالمركز، والذي تم من خلاله إدخال الفرحة والسرور عليها وعلى جميع النازلات بالمركز. كما عرفت الاحتفالية حضور ممثلي السلطات المحلية والأمنية بالإضافة إلى وجوه فنية. المتابعة لبلال بن لفقي. من يشاهد هذا العرس للوهلة الأولى يعتقد أنه عرس لأبناء أحد الأغنياء، ولكن الأمر يختلف هنا، إذ أنه حفل عرس أقيم على شرف إحدى نزيلات دار المسنين بولاية وهران. الحمد لله ربي موفقنا في فعل الخير، وعندنا مفاجأة لنزيلة راهي هنا متواجدة طول طون ما نجوا نبادروا في هذا الآخر في خطرها باش يصرى لها العرس، وغادي نديروا عرس اليوم إن شاء الله على شرفها، عرس إن شاء الله بحضور فرقة نقافات اللي بادروا معنا اللي غادي يشاركوا معنا، والفرحة راهي باينة في عيون المسنات الحمد لله. الأم هوارية أو ماما كما يحلو للبعض مناداتها، وبعد حلم راودها لعدة سنوات أن يقام لها عرس وترتدي فيه فستان العرس وتزف في أحلى حلة، تحقق حلمها، وذلك بتنسيق مشترك بين الإدارة وجمعية القلب المفتوح، ليكون الهدف إدخال البهجة والسرور لها ولكل النزلاء. الجمعية الأكثر اللي تتعامل معنا هي جمعية القلب المفتوح لالا، اللي تقربت من الإدارة وطلبت باش نديروا تناسق بيناتنا لأجل إحياء حفل. اليوم راني فرحانة وداري عسي واليوم منقافات، وراني فرحانة بزاف بزاف. دات لي سقمت لي عوضت لي شهرة، سقمت لي غاية، دات لي مكياج ودات لي غدو صواغي، دات لي غاية، سقمت لي غاية. اليوم راني عروسة. تحقق حلم أمنا هوارية وارتدت فستانها الأبيض، وفي سهرة وأجواء احتفالية بامتياز. إذن هي صور أخرى تعبر عن مدى أصالة هذا الشعب وتضامنه من أجل إسعاد وإدخال الفرحة لكثير ممن حرموا منها. نشاهد